في عالم الجريمة القوانين لا ترحم، والخيانة تمنها الموت. بعض الأحيان تكون المظاهر خداعة. كانت في سن المدرسة الثانوية عندما أصبحت قاتلة. عاشت 6 سنوات هاربة من العدالة. كل حرب عصابات خاضتها كانت تؤدي إلى مذبحة. عندما نتحدث عن تجار المخدرات عادة ما نفكر في بابلو إسكوبار والشابو، رجال لا يرحمون محاطون بأسطول من الجنود العدوانيين المخلصين. لكن ماذا لو أخبرتك أن بعض أخطر تجار المخدرات في المكسيك كانوا في الواقع نساء، وواحدة منهن كانت تعرف باسم لا كاترينا، القاتلة التي أرعبت الجميع. وكل حرب عصابات تخوضها تجعلها أسطورة مرعبة، ووقود يشعل اسمها أكثر في عالم الجريمة. في عام 1998 ولدت ماريا غوادالوبي في ولاية ميتشوغان. نشأت في بيئة مليئة بالفقر والجريمة، حيث كانت العصابات تسيطر على كل شيء من الأموال إلى حياة الناس. في بيئة كهذه لا مكان للضعفاء، فإما أن تكون قاتلا أو تقتل. وقد عاشت مع أخوها الأكبر الذي كان أحد أعضاء العصابات المحلية. كانت تراقب من بعيد، مدهوشة بعالم العصابات. كانت معجبة بالسيارات الفاخرة والأسلحة والمكانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها هؤلاء المجرمون. في سن 15 بدأت ماريا تتأثر بأفكار تلك العصابات، وبدأت تحلم بحياة بعيدة عن الفقر. ما بدأ كفضول تحول سريعا إلى شغف بالقوة وبالمال وبالهيبة التي تمنحها السيطرة على الآخرين. في سن 18 ومع بروز اسمها في عالم العصابات، وجدت ماريا نفسها في قلب كارتيل خاليسكو الجيل الجديد، أحد أخطر وأشرس عصابات المخدرات في المكسيك. بدأت حياتها في الكارتيل كجاسوسة صغيرة، حيث كانت تنقل المعلومات والرسائل بين قادة العصابات. ولكن سرعان ما أظهرت براعتها وذكاءها. لم تكن مجرد فتاة جميلة، بل كانت قاسية قادرة على اتخاذ قرارات قاتلة بسرعة. في وقت قصير حصلت على ثقة زعماء العصابة، وأصبح لديها دور أكثر أهمية. كانت مسؤولة عن تصفية أعداء الكارتيل وتنفيذ اغتيالات بدم بارد. مع هذه المهام القذرة اكتسبت لقبها الأشهر لا كاترينا، الذي يشير إلى رمز الموت في الثقافة المكسيكية. كانت ماريا أكثر من مجرد مجرمة، كانت أيقونة للجريمة في المكسيك. طورت نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تحمل الأسلحة الثقيلة وتضع علامات القوة والشجاعة، حتى أصبحت مصدر خوف وإعجاب بين شباب المكسيك. أصبحت مسؤولة عن عمليات خطف وابتزاز وتصفيات دموية، حتى أنها أشرفت على واحدة من أبشع المجازر في المكسيك. في 14 أكتوبر 2019 خططت لا كاترينا لهجوم دموي استهدف قوات الشرطة في ولاية ميتشوغان. في هذا الهجوم أوقعت لا كاترينا الشرطة في كمين محكم أودى بحياة 14 ضابطا، مما جعل الحكومة المكسيكية تضع اسمها على رأس قائمة المطلوبين، مع إعلان مكافأة ضخمة لمن يقبض عليها. بدأت الملاحقة تتسارع بشكل مذهل بعد أن أصبحت على رأس قائمة المطلوبين في المكسيك. بدأ الجيش والشرطة في تنفيذ عمليات مداهمة وكمائن على أمل القبض عليها، لكن لا كاترينا كانت دائما سباقة، تعرف كيف تختبئ وتتلاعب بالسلطات. كانت قد اختبأت في عدة مواقع نائية في ولاية ميتشوغان، حيث كانت العصابات تمتلك شبكة من الأنفاق والمخابئ السرية التي لا يعرفها إلا المقربون منها. في تلك الأيام كانت الشرطة تتلقى معلومات متضاربة من مصادر مختلفة، حيث كان هناك عملاء في صفوفها قد تم إغراؤهم بالمال أو التهديد، لكن بلا جدوى، مما جعل العثور على لا كاترينا مهمة شبه مستحيلة خلال هذه الأيام. كانت لا كاترينا لا تترك أي أثر خلفها، سواء كان في تحركاتها أو في الاتصالات التي كانت تجريها مع أعضاء الكارتيل. كانت تتنقل بسرعة من مكان لآخر، محمية بعصابات من القتلة المتدربين.
ومع كل عملية مداهمة كانت القوات المكسيكية تقترب أكثر من مكان اختبائها، لكنها كانت دائما تستطيع الفرار وتختفي في اللحظات الأخيرة. لكن مع ذلك كاترينا لم تكن هاربة من دون أن تترك بصمة. كانت تواصل نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها حاملة الأسلحة الثقيلة لتظهر مدى قوتها. كانت تلك الصور تمثل تحديا لسلطات المكسيك وتثير الرعب في قلوب خصومها، حيث أصبحت مرادفا للدماء والموت. في الأيام التي سبقت القبض عليها كانت كاترينا تتواصل بشكل مكثف مع قادات الكارتل، تخطط لعمليات جديدة ضد السلطة. في تلك الفترة بدأت الشرطة في تلقي معلومات سرية كانت تحمل أملا جديدا. واحدة من هذه المعلومات كانت من عميل مزدوج كان يعمل لصالح الكارتل، ولكنه قرر التعاون مع السلطة بعد أن تعرض لتهديدات من العصابة. نفذت هجمات متفرقة على مراكز الشرطة، كما أشرفت على اختطاف عدد من رجال الأعمال والضغط عليهم للحصول على فدية ضخمة. في تلك الفترة بدأت الشرطة في تلقي معلومات سرية كانت تحمل أملا جديدا. واحدة من هذه المعلومات كانت من عميل مزدوج كان يعمل لصالح الكارتل، ولكنه قرر التعاون مع السلطة بعد أن تعرض لتهديدات من العصابة. هذا العميل سرب مكان اختباء لكاترينا. في 10 من يناير 2020 قامت السلطة بمداهمة ضخمة في ذلك اليوم. كانت ملاحقة لكاترينا قد بلغت ذروتها. القوات الخاصة للشرطة والجيش المكسيكي كانت قد وصلت إلى مخبئها في أحد الجبال النائية، على الرغم من أن عصابة خالسيكو الجيل الجديد كانت تحيط بها لحمايتها، إلا أن الهجوم المفاجئ من القوات المكسيكية كان أكثر قوة. بدأت المعركة في ساعات الفجر. بدأ الجانبان في تبادل إطلاق النار، بينما كانت كاترينا تتبادل النار مع القوات الخاصة. أصيبت برصاصة قاتلة في رقبتها. في اللحظات الأخيرة من حياتها كانت تعلم أن النهاية قد اقتربت. كانت ترى الموت أمامها، لكنها كانت أيضا تعلم أنها تركت إرثا من الرعب والجريمة، إرثا سيظل في ذاكرة المكسيك لفترة طويلة. تم القبض على بعض أفراد عصابتها، بينما لفظت كاترينا أنفاسها الأخيرة في سيارة الإسعاف. لم تكن مجرد امرأة هاربة، بل كانت رمزا للدماء والقوة في عالم الجريمة في المكسيك. كاترينا قد أخذت معها جزءا من أسطورة وأسرار المافيا المكسيكية. كانت كاترينا تملك قوة هائلة في عالم العصابات، لكن هل كانت ضحية لبيئة قاسية؟ أم أنها كانت مجرد آلة قتل بلا رحمة؟ هل هي ضحية للعالم الذي نشأت فيه، أم مجرد شخصية قاتلة بلا قلب؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.